لكم لا إله إلا الله. والحاجة الثانية وش هي قبل لا إله إلا الله؟ أنك تعظم فيه الرجاء. خلاص سيد خلاص ما يحتاج تروح تقول له اسمع عباك اللي ما يصليش ويش يصرى خلاص هذا خلاص ما عندوش راح ينوض يخدم. هذا وش دلو عظم فيه الرجاء في الله. قل له أنت إنسان طيب وقلبك ما شاء الله وراك داير خيرات وراح تخلي ذرية طيبة رحيم أرحم بك من أمك. علاه باش تعظم له كي يموت وهو يستنى الخير من عند ربي. دوك خلاص طفرت خلاص حيموت. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. سما لازم تبعته عند ربي هو خلاص مرتاح خلاص ما عندنا ما نزيدو نديرو فوق هذا الامر. اما دركا في حياتنا رانا خدامين ونمشيو وكذا راك على رجلك يقول لك روح قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن أمة عمل مانيش أمة كلام برك. لازم نخدموا وكل واحد فينا لازم يخدم على نفسه وعلى أمته. لأن الأنانية لا تبني أمة. ممكن تجيك أنت من النار ولكن لا تترك بصمة. لازم مهمة الإنسان في الحياة. لذلك شوفوا الآن كاين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكاين إني جاعل في الأرض خليفة. ممنوع كلمة خليفة تفهمها وحدك. ممنوع. كلمة خليفة هي تطبيق أمر الله هي تمثيل الشرع في الأرض هي التكاتف الأمة هي إن أمتكم هذه أمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه هي كلمة خليفة. وكاين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول ما يتبادر الإنسان تلك العبودية التي ينجي الإنسان بها نفسه من النار. إذن الآن مجموع ما كلفنا به نحن هو عبادة تنفع نفسك بها وعمل تنفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان نحبوا نوزنوا عندك خدمات درتهم من روحك وخدمات درتهم للناس. شكون الأحاديث اللي تعطي أجرا أكثر؟ كل الأحاديث اللي فيها الخير المتعدي. كل حاجة فيها خير متعدي. علمت علما تصدقت بصدقة دفعت شرا عن إنسان وزعت ابتسامة على آخرين نفعت الناس بشيء بنصيحة بأي معروف بأي شيء. دائما أفضل الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى خلقه. دائما شكون أحاسنكم مني أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني دائما العمل اللي راح تنفع به الأمة عنده الأجر كبير على أنك راح تنفع أمة كاملة. والعمل اللي تنفع به نفسك بالأجر تاعو مضاعف ولكن ما راحش يوقف مع ذاك الأجر. شوف أنا وكافل اليتيم كهاتين ما قالهاش في المصلي. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني هذاك اللي كان يصلي 60 سنة و70 سنة باك ما يجيبش هذيك المنزلة يدخل الجنة بصح باش يجيبها مع الرسول عليه الصلاة والسلام باك ما يقدرش. وهذاك راه في الغير يتيم برك ادخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. علاه؟ لأن الأعمال المتعدية فيها بركة نقدروا تمتم نجيبوا مكانتنا. ليه نجيبوا مكانتنا عند الله تبارك وتعالى. فلهذا هذه الأمة العمر قصير والوقت الذي نعمل فيه قليل جدا باش نقدروا نقدموا وشرائع كثيرة. قالوا يا رسول الله قالوا دلني على عمل فإن الشرائع قد كثرت علي. الآن الأعمال كثيرة كاين الصلاة الصيام الذكر الحج العمرة كي بتشوف هكذا تقول أنا واش راح نقدر ندير هنا واش نقدر ندير ما فرات لا نروح نقرأ قرآن ولا نصلي لله عز وجل النوافل ولا واش نروح ندير واش نعمل. يعني تبقى أحيانا تتزاحم عليك الأعمال. فهذاك العمر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى جعل لنا ما نعوض به قصر العمر مع طول اليوم الذي سنحاسب فيه. الآن نحن نخدموا 30-40 سنة بصح راح نوقفوا في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون. راح نوقفوا في يوم طويل ثاني سموش راح نقدموا واش نمدوا. راح ينصب لنا ربنا سبحانه وتعالى ميزانا يزن السماوات والأرض واش راح نمدوا احنا فيها. ولما ينظر الإنسان إلى سيئاته أحيانا يستحي بأعماله. والله أحيانا الواحد فينا يحب يطيح في كربة من كربات الدنيا ويحب يذكر عملا صالحا داره باش يدعو الله به ما يلقاش. والله غتبقى تفتش هكذا تقول لجل أعمالنا بالك ما يقبلهاش الله عز وجل الشيء اللي نقدموا فيه صلاة هكذاك نمشوا فيها وقلوب فارغة ونسأل الله يتقبل ويرحمنا وخلاص.
ولذلك الآن الأعمال كي تجي تحسبها مع روحك هكذا المليحة قليلة. وزيد المشكل وين؟ عندنا كما يقولوا احنا الكيس مثقوب، عندنا لسان يذهب عنا حسناتنا. ولذلك أنا قلت لهم كم من درس، قلت لهم من عجيب أمرنا اليوم، أنا مانيش نفشل فيك، أنا يقول لك ننتبه لأنفسنا فقط، وإلا أنا عندي يقين أن هذه الأمة كلها بكل ما فيها من فساد هي أفضل أمة أخرجت للناس، وهي أحسن أمة راح تقابل الله يوم القيامة، وهي الأمة المرحومة في الدنيا والآخرة. عندي يقين أن كاين رب رحيم، بصح لازم منا دائما قد أفلح من زكاها، نخرجوا هذوك العيوب نحطوهم هكذا فوق الطاولة باش نقيوا روحتنا. فلذلك الآن أنا عندي يقين أن الآن نحن نعيش في مشكلة. وشن هي المشكلة؟ شوف الآن السلف رحمهم الله من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي تسمع التابعين وأتباعهم، وهما ناس كي تقرأ على كل واحد منهم تقولوا كان نجتمعوا كامل ما نعبدوش كي نعبد واحد منهم. يعني قراءة القرآن، يقول لك كيفاش كان يقوم الليل، كيفاش شحال كان يطول في الركعة، كيفاش كانوا يصلوا الظهر، كيفاش كانوا يصلوا العصر. الناس أمة عجيب أمرها، كيف كانوا يتفاعلوا مع القرآن، كيفاش كانوا يتصدقوا، مع ذلك لسانه حاكمه. يعني حسنة ما تضيع ولا تروح عند إنسان آخر، لأنه تاجر وش هو؟ الذي يجمع ويمنع، يعني يعرف يجمع وما يضيعش المال. اسمع لك أن أنت تصور في النهار 500 مليون دخلها في النهار، والعشية تروح تسهر تخسر 500 مليون في سهرة. ماكش احنا رانا سفهاء بهذه الطريقة. ولذلك هم قديما السلف رحمهم الله كثرت أعمالهم وقلت خطاياهم. احنا اليوم كثرت خطايانا وقلت أعمالنا، والأعمال الصالحة هذه رانا نمدوا فيها باطل للناس بالغيبة والنميمة. ثم كن جو يوم القيامة مفلسين، نسأل الله يعافينا ويسترنا. يعني هذه مصيبة. فلذلك الإنسان ينتبه. وإحنا عندنا ظاهرة انتشرت فينا وهي الاغترار بالأعمال. شو إحنا صلينا المغرب الحمد لله ما شاء الله رانا ملاح، اسمع الحمد لله صلاتنا في المسجد يقبلها ربي، وكي يقبلها راك شاد لسان هذاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قالوا نوريك واحد حاجة باش تربط، تعرف تربط الشكارة ما يضيع لك والو، ربطها مليحة. قالوا أمسك عليك هذا باش ما تضيع لك حتى حسنة. أما إذا كان تخدم وتجاهد وتعمل وتصوم وتدير وتقوم الليل وتقرأ قرآن وكذا، وأنت برا تتكلم وتقول الحمد لله أنا يصلي وبعد الحسنات تمحي، لا هنا في هذه الحالة راهم السيئات يمدوا في الحسنات. يعني هنا عندك رفويت كبير إلا من أبى. ربي شوف يعني باش الشيطان يعني يرغم يوم القيامة مليح 409 مليون يدخلوا الجنة يوم القيامة من غير حساب ولا عقاب مباشرة. 70,000 واستزاده مع كل 1000 70,000. نسأل الله أن نكون منهم. هذو الناس يدخلوا هكذا مباشرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكونوا قد ارتكبوا معاصي أو داروا أشياء والشيطان يستنى فيهم يدخلون جهنم ومع ذلك لا يدخلون. وكاين ناس من أهل الكبائر، قال أنا شفيع لأهل الكبائر من أمتي. يتصدر الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة، ومن أنواع شفاعته 6 أنه يجي يوم القيامة وهذوك الناس اللي من المفروض يتعذبوا في جهنم يقولوا هذا ما يدخلوش هكذا كمل، عفو من الله سبحانه وتعالى، عفو من الله. وفي ليلة نصف من شعبان التي مرت معنا نسأل الله أن نكون من أهل نفحاتها، هذه الليلة اللي مرت يطلع الله على جميع أهل الأرض ويغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. يعني هذه كامل عفو رباني كل سنة. وخليك في ليلة القدر، وخليك هذيك الأيام المباركة اللي أعطاها لنا الله. ولذلك أعطانا ربي باش نعوضه، غلط ما كملتش العام مليح. صوم عرفة عندك عامين مغفرة، صوم عاشوراء العام اللي فات كامل مغفرة. تعبد الله في ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ليلة ب1000 شهر. صلاة في الحرم المكي في المسجد الحرام ب100,000. احسبها أنت أكثر من 80 سنة صلاة واحدة 100,000 صلاة. والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام ب1000 صلاة. والصلاة في مسجد الأقصى طهره الله من أيدي اليهود، هذاك الصلاة تتم ب500 صلاة. شوف النعيم من الله عز وجل. وزيد لك أعطاك ربي دير سيئة يحسب لك غير واحدة هكذا رقم 1
سيئة وقل لك ما يسجلهاش، كي ارتكب العبد السيئة يمسك الملك 6 ساعات يستناك، 6 ساعات هو يستنى فيك ملك التوب ما يكتبها لك نهائيا، يعني يستناك. ولو كانت تدير السيئة مباشرة الحسنة مباشرة يكتبوها لك على الأقل 10 حسنات على الأقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إلى 700 ضعف يضاعف الله ما يشاء. ومن بعد كاين واحد الحسنات تديرهم لا 10 ولا 700، راهي حسابات اخرين قال لك خلي هذيك ما كان لا نقول لك شحال، كما يقولوا راهي مفتوحة، هذيك من عند الله. من ذاك تدير أمور تجي غير تحط هكذا غير هكذا حاجة في مكانها برك وتكون في وقتها وفي الوقت المناسب، ولو كانت شربت ماء كالذي سقى كلبا وكالمرأة التي سقت الكلب. يعني كاين واحد المواقف لا تقدر بكميتها وإنما تقدر بقيمتها، لأنك أنت أديتها في ذاك الوقت. عثمان بن عفان اشترى بئر روما 30,000، شراه الناس جيعانة، مجاعة كبيرة والناس عطش وسنة جدبة في عام تبوك. نادى النبي عليه الصلاة والسلام قال من لي بئر روما، شكون يشري لي بئر روما يشرب بالمسلمين معطشانين وله الجنة. فتحت صفقة مع الله، راح عثمان بن عفان شراها، الجنة عندك رضي الله عنه وارضاه. إذن الآن هذاك البئر هذاك كان عنده وقت محدد، السوق مفتوح في هذاك الوقت كما يقولوا احنا الصولد هذاك خلاص بروموسيون تخلص هذاك الوقت. علاه؟ لأن هذيك الصدقة فيها منفعة كبيرة هذاك الوقت. بصح كان تشري بير في وقت واحد اخر يكونوا الناس عندهم الماء وكذا تدي الاجر وصدقه جاريه، بصح ماشي كيما هذيك الصفقه هذه كانت صفقه كبيره لان عندها وقتها، عندها الوقت المناسب لها. اذن الان انت لما يكون الانسان يتصدق او يقوم بموقف تاع قول حق او شهاده حق او نصره انسان او نصيحه في وقتها المناسب، راح يكون الاجر هذاك مضاعف. ما تبغيش تحسب شحال مضاعف، ما تقولش هذه حسنه ب10 امثال، هذيك حاجه اخرى. قدر الله انت الان عندك جار يموت جوعا او عنده مشكله، انت التدخل تاعك هذاك في وقت المناسب للاصلاح بين زوجين في هذيك اللحظه في الليل سمعت دواس، ولا في هذيك الوقت المناسب صحت بين الانسان وابيه او وابنه او اخيه، يعني في هذيك اللحظه بالذات هذيك الوقت المناسب تاعك، هذاك عمل جبار. ولذلك هذه الأعمال الله ضاعفها، قال يضاعف ما يشاء، يضاعف الله ما يشاء. إذن هذيك المضاعفات حتى ربي سبحانه وتعالى جعل لنا الفضل وبركة الأماكن والأزمنة حتى يعوضنا أكثر مما ضاع منا من الأعمار. ولذلك أنت لما تحسب الإنسان غير يتوب يبدل الله سيئاته حسنات، شوف كيفاش تبدأ تسقم كامل الدنيا. ومن بعد واش يبدا يعبد ربي عام عامين 3 سنين، يقول لك بصح انا ندير ضرب واحد 15 سنه وانا مخدرات كذا وداير 15 سنه كامل ولا حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. بصح كيفاش يبدل الله؟ يعطي منحه من عنده، يعطي عطاء الله عجيب. سما الان وبعد ذلك الانسان يزيد يضرب عام عامين، يمر عليها عاشوراء تكفر السنه الماضيه، عرفه الماضيه والاتيه، ويزيد ليله القدر 1000 شهر، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ملي تدخل في التوبه وانت في طهاره، ارايتم نهرا بباب احدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا والله ما يبقى من وسخه شيء، ما يبقى من درنه شيء. واحد عنده واد قدام باب داره يغسل كل يوم يدوش منه 5 مرات، كاش ما تبقى فيه تخشى تاع وسخ، كل يوم يدير 5 مرات تدويشه. هذا الإنسان راح يولي أطهر الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلكم الصلوات كفارات لما بينهن. الصلاة إلى الصلاة. تخيل احنا نركعوا تهبط ذنوبنا، نسجدوا تروح ذنوبنا، يعني شيء عظيم داروا ربي سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما جعل الله لنا تبارك وتعالى هذه المواسم الخيرات، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. رمضان عجيب، رمضان عجيب، ولكن النظر في رمضان في أمتي محزن، أمر محزن أن يتحول موسم مثل هذا يتعرض فيه الإنسان إلى نفحة من نفحات الله، يتحول هذا الموسم إلى حاجة تقليدية. يولي شو الحاجة عندنا هو عبارة عن عادة وليس عبادة. يولي رمضان هو عبارة عن موسم تقليدي، يعني يولي الناس
يشتغلون فيه بأشياء شكلية وينسوا الأشياء المقاصدية أو الروحانية التي جعلها الله في رمضان. ليس عيبا أن يأكل الإنسان، وليس عيبا ولا حراما أن تشتري أواني جديدة لرمضان، مش مشكل. وماشي عيب كامل كي تغسل الكوزينة تاعك، بصح العيب أن تغسل الكوزينة وتعاود تبدلها وقلبك في النصف من شعبان جازت عليك العفو مازالك مشاحن. هذه المشكلة. المشكل أن الإنسان يمر عليه 15 يوم قبل رمضان ومازال قلبه ما نقاش، والكوزينة عاود لها صبيغة وبدل هذه وبدل هذه وبدل الماعن ودار كلش. بصح رتبنا أنفسنا. أنا نحب نسأل أرباب البيوت، الآباء والأمهات، لو كان نقول لهم طواسير يقولوا لي بدلنا، راه واجد كلش بدلنا، واجدين رمضان لي بول تاع الشوربه كلش عدتيه تيري برك. تسمى الان وكان نقول لهم سؤال راح يتحرجوا الاباء والامهات، هل اعددتم برنامج لرمضان العائله؟ هل حضرتم برنامج لرمضان؟ اعجبتني في رمضان الماضي هيأت بيتها لرمضان، عملت عندها أولاد وبنات، يعني بنين والبنات، وش دارت جهة كاملة فرشتها وحطتها مصلى وجابت المصاحف كل واحد المصحف نتاعو وهيأت جو لرمضان. تحضر برنامج لازم تبين لأولادك بلي رمضان نستعد له دينا قبل ما نستعدوا له من حيث الدنيا. أما هذه الحركات اللي نديروا فيها درك حنايا بمجرد المحادثة أمام الأولاد وإحنا نتكلموا كيفاش ناكلوا كيفاش نشربوا، وإحنا راح نصوموا ماش ناكلوا ونشربوا، ورانا نتكلموا كيفاش ناكلوا كيفاش نشربوا. رانا نمدوا رسالة تلقائية لأبنائنا نقول لهم انظروا كيف تستعدوا لرمضان ماديا ومن حيث البطن برك، هذا ما كان. ولا سيما إذا أسهم معك الإعلام ببرامج وماذا أعد لنا ترقبون في رمضان. يعني لما الإنسان يعيش ما بين أبوين، طفل يعيش ما بين أبوين يتكلمان على المواد الغذائية ويتكلموا على التهيئة من أجل الأكل، ومن بعد كي يلتفت إلى التلفاز وش يلقى؟ راح يلقى ترقبون في رمضان مسلسلات وسكتشات والضحك واللعب والمسابقات والسهرات ونختموها لكم بالكاميرا المخفية. تسمى هذوما كامل هو عبارة عن تكامل ما بين الأبوين والوسائل الإعلامية التي تبث لنا مثل هذه البرنامج. نولي أنا كي نكبر نعرف هذه البنة تاع رمضان اللي نحوسوا عليها. يولي الإنسان واش يسأل؟ ما يسألش عن مغفرة رمضان، يسأل عن البنة تاع رمضان برك. نولي كي نخرج أنا في الحومة ونشوف بلي كاين جماعة تلعب في الدومين وجماعة تلعب في ليبول وكاين الناس راهم حاطين فاتحين محشاشة منا ولا منا وجماعة دايرين تورنوا والناس راهي تتفرج في الكاميرا المخفية، وكل ما نفتح اليوتيوب تخرج لي كاميرا مخفية. نقول لك كاين البنة تاع رمضان، خاصة قبل المغرب كي نجوز هذا قدام الديون ونشم ريحة تاع الشرب، كاين البنة تاع رمضان. ويوم القيامة واش نقولوا له ربي؟ كاين البنة. النبي عليه الصلاة والسلام شوف كما كاين ترغيب وكاين كلام شباب في رمضان كاين كلام مخيف في رمضان. صعد الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ودعا جبريل رسول السماء، دعا يا محمد رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال آمين. يعني رمضان كالوالدين، إما باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار. والديك نعمة ولا مش نعمة؟ يقدروا يكونوا نعمة بصح يقدروا يكونوا نقمة. يقدر إنسان يموت والديه وما مش راضين عنه، يقدر إنسان يغضب والديه ويتعب والديه حتى يتبروا منه. والله الأيام الماضية أم تقول على ولادها إن شاء الله يهديهم الله، خلاص تعبوها يدخل واحد يخرج واحد، نهار كامل هي بالقفة تطلب تسمى خلاص، ولا تقول هادو جهنم أنا ما نسمح لهمش. الأب تبرأ منهم عنده مدة. تسمى علاش؟ هذه الأم اللي تسمى تشد الدقيقة الأخرى تعبوها. تسمى دير مليح في بالك هذوك الأولاد بالنسبة ليهم
هذيك الام وهذوك الوالدين كما انسان الحق عليه رمضان دخل في رمضان وخرج من رمضان خرج افسق مما كان. ما ازداد في رمضان الا اضاعه للاوقات ومزيد من التدخين ومزيد من الفساد ومزيد من البرامج ومزيد من كذا مزيد من اللهو. انا لا احرم عليك ما احل الله، ولكن انا اقول لك ان تجعل اللهو واللعب تجعل له مكانه كبيره في حياتك في رمضان بالذات. هو وقت ماذا؟ وقت الازدياد في الطاعه. اي نروحوا نشوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واش كان يدير في رمضان عليه الصلاه والسلام، واش كان يدير. نعرفوا الاحاديث كامل بصح ما نتمعنوش. تمعن خاصنا نتمعنوا نعاودوا نحيوا الاحاديث هذيك. شوف دوك روح اي مسجد ما تلقانا احنا الائمه غير راح نجبدوا لك غير الاحاديث تاع رمضان والايه تاع رمضان، هذا واش نقولوا لك. وراح تقول لنا نتايا بلسان حالك في خطبه الجمعه باينه اليوم راح يحكوا لنا غير هذيك تاع فتحت ابواب السماء ونعرفوها كاع، بصح المعنى تاعها هو اللي كنا نبرزوه لك. دوكا تقول لي الاحاديث اول مره نسمعوا. روح اجمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان. واش كان عليه الصلاه والسلام كان يقرا القران في حياته كامله ولا ما كانش يقرا؟ كان يقرا. كي يجي رمضان يزيد يقرا اكثر. كان عليه الصلاه والسلام جوادا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. برا على رمضان ماشي رمضان، خارج رمضان كان يمد. قال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يمد برك مش خايف كاع من الفقر. كي يجي رمضان قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، ضرجي جواد، وكان اجود ما يكون في رمضان. يعني يسمى يدوزي في رمضان، يدوزي الخير. ماشي بخيل 11 شهر وفي رمضان يتصدق، وماشي هاجر القران 11 شهر وفي رمضان يقرا قران. سمع احنا لابوكش نديروا، لازم كل عباده فينا لازم نزيدوا منها. وكنت تشوف روحك انت الطائع، انت اللي تطيع في ربي، انت اللي راك ربي من عليك بالتوبه. تشوف روحك في رمضان زدت من كل العبادات. كنت نصلي 3 صلوات وليت 5 صلوات في المسجد، ما كنتش نصلي راتبه وليت نصلي كاع الرواتب، ما كنتش نقرا القران بزاف من ذاك اليوم في رمضان كل يوم صباح وعشيه وانا نختم. الان كنت ما نقومش الليل من ذاك خطره في الشهر خطره في شهرين، رمضان كامل قمته. الان كنت نصدق من ذاك كي توالي نرمي يدي في الجيب المد. الان في رمضان كل يوم نخرج صدقه الحمد لله. شفت كيفاش تتغير؟ انت تحسنت. واحد اخر قالنا ما كنتش نعبد، تبت غير في رمضان. شفت كيف؟ الان ما تبتش انت حتى لحق رمضان مليح ما شاء الله، انت فيك الخير. اذا انت ما كنتش تقرا قران، ما كنتش نقرا، ما كنت اصلا نغتسل، كنت على حالتي، وكنت تارك صلاه ولا وضوء ولا صلاه ولا شيء، ما كان والو. انت الان بدايتك مشرقه، تبدا مع رمضان مجرد البدايه راح تلقى قوم يعينونك على ذلك. تدخل المسجد يعج بالقران، كم نسقى القران، نفتح المصحف بسهوله لانني مع الناس. شو الناس كامل فتحت تجيني سهله. الناس كامل صلوا الصبح وقعدوا في المسجد للشروق وقعدوا معاهم تجيني سهله. الناس كامل تسحروا راحوا الجامع صلوا الصبح يجي سهل الصبح. في رمضان سهل الصبح لانه اغلبيه الناس تكرش النوضه تمشي للناس صلاه. فلذلك الان جينا سهل معليش نوضه تكرشك نوض صلي الصبح في الجامع معليش. ومن بعد كي تكمل 30 يوم توالف الذوق حلاوه الصبح تكمل. من بعد الان قيام الليل عمرك ما قمت الليل، اروح تدخل معنا 16 30 يوم الذوق حلاوه قيام الليل. الذوق واش معناتها؟ تقدم 11 ركعه فوق 5 صلوات في الليل وانت تختلي مع الله. الذوق مناجاة الله في الليل، الذوق القرآن عندما تقرأه في جوف الليل. الآن موالف تبخل مش موالف تصدق، بالك كنت تسرق أصلا ما كنتش حتى تصدق. الآن وش وليت؟ تعلمت أنك تخرج وتمد في سبيل الله ولا تنتظر مقابل. كي تدخل الحانوت تعطي له 10,000 يعطيك 10 خبزات ولا 4 شكاير حليب. الجود في رمضان والقيام في رمضان والصيام في رمضان، هادو ثلاثة هادو عندهم معنى عظيم تكلم عليه ابن القيم رحمه الله، وهو ما يتعلق بعبادة الترك. أبوكش معناتها راح تمد ربي تمدله. واحد صايم قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الرب تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه لمن؟ لأجلي. أبوكش وقت تدير دا انت كي تصوم واش راك دير؟ ماشي وجدنا اباءنا. راك تصوم راك تخلي لله هكذا. انا ياكل ما هذا حلال على في نهار رمضان ما نشربوش نتركه لله.
يعني انت ربي حللت علينا الماء، بصح حنا نخليوه على جالك نخليوه. قلت لنا حبسوا الماء، حبسوا الماء. اذا اتركوا الحلال من اجل الله. وفي الليل في الليل بعد صلاة العشاء وروح حتى الصبح النوم حلال، ما رقدناش قمنا الليل، ثم تركنا النوم من أجله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن والصيام شفيعان يوم القيامة، ولهذا ينال الإنسان المرتبة العظمى. والصدقة تطفئ غضب الرب. لماذا؟ لأنها ترك من أجل الله. شوف ايش تعلمك، الجود تترك، قيام الليل تترك، صيام النهار تترك. ولذلك حتى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شتمه أو خصمه فليقل إني صائم إني صائم، اترك. كذلك يا راجل سماك يحلق قيمتك، سبلك يماك، اترك. يا راجل سماك تبان بعد فرشة قدام الناس، اترك إني صائم. لي من هذه القوة منين جبتها كامل وقدرت تشد روحك، خاصة الجزائري، قدرت تشد روحك وقلت إني صائم. وهذا كرام زاد حس روحه بلي يغلبك وانت إني صائم. منين جبتها؟ عندك واحد الاتصال مع الله قوي مباشرة، هذيك القوة. ولذلك شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ شاف الصحابة يديروا في البوا، يرفدوا في الحجر، يربوا في العضلات. قال لهم ليس الشديد بالسرعة، يعني هذاك حلال ماشي مشكل، دير الرياضة على روحك، بصح دير في بالك باللي ليس الشديد بالسرعة، السرعة هي الكاو، الضربة القاضية. قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه أو يمسك نفسه عند الغضب. علاش يمسك نفسه الإنسان على الغضب؟ يشعر بالقوة، تشعر بالقوة. واحد رياضي دوزيام تروازيام دان كذا واش يدير؟ يجي واحد تلقاه يسب فيه كذا تلقاه صابر، تحير فيه، تقول علاه صبر هذا الإنسان؟ لأنه ذاك الرياضي خلاص بالدرب وراه يشوف الحقيقة. الناس كامل تشوف فيه ساكت، بصح هو يشوف باللي هو يقتل البنادم، هذا قادر يقتله بيده برك. ولذلك شعوره بالقوة خلاه يصبر، تربت فيه هذيك الصبر هذاك منين؟ ماشي بالقوة الرياضية، وإنما هذيك النتيجة النفسية.